ثم تفرضوا علينا خطابكم. ولذلك علاش قلت واحد الوقت بأن المفروض أن تكون الخطبة في الحرم المكي والمدني تكون بالتناوب. الجمعة هذه في المكي والمدني يكون عندنا جزائري، الجمعة اللي بعدها عندنا تونسي، اللي بعدها عندنا موريتاني، وهذاك الموريتاني والسعودي والجزائري والمغربي والعراقي والمصري يقولون ما يعتقدون. ما يليقش بكم الحال. يا سيدي نفرضوا اليوم راح سعودي قال الملك سليمان والملك ولي العهد ولي العهد واحفظهم كذا. لو كان يخلوني نخطب انا في اقول اللهم ارح منا آل سعود يقبلوها منا. وكيف انت يا الجيل نقول امين نكذب على ربي سبحانه وتعالى؟ تريدون ان تجبرونا على خطب؟ هذا الحرم المكي والمدني ليس ملكا للعائلة السعودية، هذا ملك للعالم الإسلامي. ينبغي أن تكون الخطابة فيه بالتناوب، جزائري، مغربي، تونسي، أندونيسي، إيراني، كل هذه يخطبون. منهجنا هذا أيها الإخوة هو منهج العزة، المنهج الذي ينشد العزة. من بين كل المناهج الشيعية اليوم المنهج الوحيد تقريبا الذي أخذ على عاتقه في أدبياته وأهدافه المعلنة بشكل صارخ وواضح أن من الأهداف تحرير مكة والمدينة، مو فقط إعادة بناء، تحرير، بحيث المسلمون يذهبون إلى مكة للحج يسمعون في الأذان أشهد أن علي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. هو هذا المنهج حصرا. من الذي يطرح مثل هذا الهدف وهذا البرنامج وهذا المشروع؟ نحن. هكذا نحن نقرأ منهجنا وهكذا ندعو إليه. احنا مختلفين عن البقية. الحمد لله. احنا أهدافنا هذه الأهداف السامية، تحويل الشيعة إلى أكثرية العالم الإسلامي، تحرير مكة والمدينة بحيث يجهر فيهما بالولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، إعادة بناء مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام في بقيع الغرقد بالقوة، لا بالدبلوماسية الخانعة الاستسلامية التي لم تفضي إلى شيء، بالمكنة. ونحن لا إن شاء الله. نزع السلاح من كل الدول الأعرابية البكرية، أن تجعل كل دولة بكرية منزوعة السلاح. هاي طرحناها على المنبر قبل سنوات. احنا هكذا نتكلم، ولذلك الكل يخشانا ترى والكل يكرهنا، لأنه هذا شنو؟ هذا تغيير جذري لواقع وحال الأمة، مو تغيير ترقيعي، مو على مستوى بقعة صغيرة جغرافية وعلى مستوى ما أدري شغلة بسيطة وسووا لنا محكمة استئناف جعفرية، الله ايش قد إنجاز عظيم، وخلوا لنا ساعة ما أدري في يوم العاشر في التلفزيون يجيبون بها خطيب يعني يتكلم شوية، وسمحوا لك ما أدري هاشمي شارودي يدخل الكعبة لما يغسلون الكعبة. الإنجازات العظيمة هذه مالتهم. شوف هذا سقفهم، هذا السقف هذا مالكم يا بقية التيارات الشيعية التعبانة، هذا سقفكم، ماكو اللي كلش انتم فرحانين به، هذا تحت نعالنا. احنا وين سقفنا؟ وين احنا؟ وين نتكلم؟ انتم وين تتكلمون؟ لا احنا هذا مو ثوبنا، مو احنا الرافضة، لا ابدا، لا احنا مو هكذا. كل واحد يتكلم على قده، انتم هذا قدكم. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. فمنهجنا هذا بكل ثقة هو منهج العزة بحمد الله تعالى، هذا ما نطلبه، وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله عاجلا أم آجلا، إذا اجتمعنا كلنا على قلب رجل واحد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، وضممنا قوتنا بعضنا إلى بعض وتكتلنا وقوينا هذا المنهج وانتشاره في العالم، فستحدث التحولات الكبرى
في هذا العالم إن شاء الله. هي النواة هناك إن شاء الله تعالى. وما هذا الفيلم المبارك الذي نحن بصدده إلا خطوة عظيمة وثابة في هذا السبيل، ولنعتبرها خطوة أولى كذلك. بوابة، أحسنتم، خوش تعبير. هذا الفيلم الذي سيعرض للعالم كافة لأول مرة في التاريخ منذ يوم الهجوم على دار الزهراء عليها السلام إلى يومنا هذا، سيعرض نسخة طبق الأصل مما جرى بالصوت والصورة. الناس كلهم يرون بلغتهم بثقافتهم العالمية